وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم. الحمد لله على كل اللي ربنا بيجيبه. والله، والله يا جماعة أنا باشكركم من كل قلبي على كل كلمة حلوة قُلتها في حق أمي الفيديو اللي فات يا جماعة لمّا كانت بتشوي معايا السمك، وآسفة جدًا على غيابي. باحبكم في الله، وعسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في اتم صحة وفي احسن حال. الفيديو النهارده مشكل هيعجبكم جدا جدا جدا. انا اول مرة من ساعة ما طلعت على اليوتيوب 3 سنين اول مرة اعمل فيديو زي ده. والله العظيم اول مرة اعمل فيديو زي ده. بصوا في حاجات كتيرة، في احداث كتيرة، هتتفرجوا عليه وهتحبوه جدًا والله. أتمنى وقفتكم جنبي، اعتبروني أختكم، وقفوا جنبي إن قناتي تكبر، وإن شاء الله تكون فتحة خير ليّا بإذن الله وربنا يرزقني. فاكرين لمّا كنت باقول لكم أنا دايمًا عايزة قناتي تكبر وربنا يرزقني برزق أولادي ويوسّع عليّا عشان خاطر ولادي؟ والله ثم والله ثم والله أنا دلوقتي بقيت أتمنى إن أنا قناتي تكبر عشان أقف جنب أمي. أنا عايزة أقف جنب أمي، أنا نفسي أساعد أمي. آمم لإن أمي تعبت يا جماعة. طبعًا آخر فيديو كان اللي هو بتاع شوي السمك. أمي يا جماعة والله ادعوا لها بالله عليكم، اللي مش بيشوف قناة معاكم شيرين أسامة ومتابعني بس على حياة شيرين ونور، يا جماعة أنا أمي عندها جلطة، جات لها جلطة مفاجأة كده، فبالله عليكم إحنا عايزين دعواتكم. والله عايزين دعواتكم. طبعًا الناس اللي مش عارفة أمي، خُشّي الفيديو اللي قبل ده على طول اللي هو بتاع شوي السمك، أمي معايا. شوفوا أمي وقد إيه هتعرفوا إن هي ست عظيمة وست جميلة، وست تستاهل إن إحنا كلنا ندعي لها دعوة حلوة. والله الست دي تستاهل مليون، مليون، مليون دعوة حلوة مننا ليها، والله العظيم. أنا كنت يعني كنت فاتحة قناتي دايمًا عشان خاطر ولادي، لإن الحمد لله هي بتشتغل وجوّزتنا وعلّمت أخويا وبتعلّم في أختي وبتجهّز في أخويا وفي أختي. يعني بُص سِت بمليون راجل، اللي أمي بتعمله ده رجالة بيحسدوها عليه، بيقولوا لها يعني لو إحنا مكانِك مش هنعرف نعمل كده. والله يا جماعة أنا رُحت زُرت أمي رغم إن أنا كنت لسه عندنا قريب، رُحت زُرت أمي يوم الخميس لإن طبعًا يا جماعة أنتم عارفين يعني تعبت مرّة واحدة، أنا بنتها الكبيرة. دي أمي يا جماعة، يعني أنا عمري ما أعزّي نفسي عنها، حتى لو كنت باموت أنا فدا عيون أمي، فدا التراب اللي بتمشي عليه أمي. فطبعًا رُحت بسرعة عشان إن أنا يعني إيه، أبقى جنبها وكده وآخد بإيديها حتى ولو يومين. طبعًا كنت أتمنى إن أنا أقعد جنبها كتير، بس هي في محافظة وأنا في محافظة وأنتم عارفين إن إحنا داخلين على امتحانات وكلّها يعني ما يجيش 20 يوم وهتلاقي ولادي بيمتحنوا. فطبعًا أنا مش بإيدي والله. فالمهم قُمت جيت إيه، مشيت بقى وجيت على جبين الكوم. طبعًا أنتم عارفين يا جماعة أنا من كفر الشيخ. أقسمت بالله الست دي تستاهل مليون دعوة مننا، الست دي بمليون راجل. أمي يا جماعة الحاجة أم شيرين أو الست أم شيرين. أم شيرين دي يا جماعة ست بسيطة جدًا وست عفوية جدًا وست بمليون راجل، واللي عملته الست دي ما فيش راجل كان يقدر يعمله. يعني ما شاء الله عليها لو حكيت لكم على مسيرتها معانا هتقولوا دي تستاهل تاخد الأم المثالية. دي تستاهل تاخد الأم المثالية والله العظيم. ما بتمشي في الشارع أو بتمشي في حتة عندنا إلا لما كل الناس بتدعي لها وبتحبها. كل الناس بتدعي لها وبتحبها وبقول لها اللي انتي عملتيه يا أم شيرين مفيش راجل عمله. مش قلت لكم يا جماعة الفيديو النهاردة هيكون مختلف عن كل فيديوهاتي، في تجميعة كده حلوة كده يعني ميكس هيعجبكم. والله ما هتندموا طول ال9 دقايق 52 ثانية دول، أقسمت بالله ما هتندموا. فيديو أكتر من رائع، أنا عن نفسي حبيته، وأنا يعني أنا وأنا بامنتجه أنا حبيته. طبعًا وأنا باطلّع الفرن على السطح ساعة ما ماما كانت بتشوي السمك يا جماعة. لأ طبعًا هو أنتم ما كانش الفرن على السطح أصلًا، الفرن كان تحت في المدخل، وإحنا طلعناه من المدخل الدور الأول لحد الدور الخامس على السطح. شيرين أنتِ في بيت عيلة؟ أيوه يا جماعة في بيت عيلة، وده السطح بتاع البيت وكده. يا رب يوسّع علينا وعليكم وعلى كل العالم أجمع يا رب. يا رب كل مشتاقة بالذرية الصالحة ارزقها يا رب. يا رب كل بنوتة بتحلم إنها تتجوز استر عرضها يا رب، وارزقها بكده ابن الحلال اللي يسعدها الزوج الصالح يا رب، اللهم آمين. يا رب ارزق كل الناس ال اللي نفسها في أي حاجة حققها لها يا رب. يا رب السنة الجديدة اللي داخلة علينا دي حقق فيها كل واحد
بيحلم بحاجة حققها له. يا رب اجعلها سنة سعادة وسنة خير وسنة فلاح وسنة صلاح وسنة كل حاجة حلوة على الأمة وعلى العالم كله أجمع يا رب. اللهم آمين يا رب العالمين. المهم يا جماعة إيه، أنا جارتي لما رحت عند ماما، جارتي زوجها توفى يعني وكده، وهي جارتنا من أعز الناس جيران، يعني احنا بص احنا وهي واحد. أفراحنا في بيتها وفي بيتهم، أفراحهم في بيتنا. عزالنا لما بنيجي نجهز بنعين عزالنا عندهم لما مكانهم واسع. لما بنعمل أفراح الطباخ بيجي ويذبح ويعمل بيبقى عندهم في بيتهم. يعني مش عايزة أقول لكم هما حتة مننا وإحنا حتة منهم. فجه زوجها توفى وكده، ألف رحمة ونور تنزل عليك يا أستاذ أحمد عبد السلام. ربنا يرحمك يا رب ويجعل مرضك في ميزان حسناتك يا رب، ويديها الصحة إنها تكمل مشوارك. اللهم آمين يا رب العالمين. المهم رُحت لها باعزّيها، فبتقول له: "أمّال ماما ما جتش معاكم ليه؟ أنا ما شُفتهاش من يوم العزا." حكينا لها، قُلنا لها إن ماما تعبانة وجالها جلطة ومش بتتكلم، فمش هتقدر تيجي لِك وكده. فوالله العظيم دموعها كده بُص نزلت، رغم إن أنا كنت رايحة لها أعزّيها خامس يوم العزا، خامس يوم العزا. والله دموعها نزلت وقالت لي: "أمِك ديّة سِت بمليون راجل، ما حدش يعرف يعمل اللي هي عملته." أمِك دي كانت بتبقى راكبة العربية رايحة تجيب السمك الساعة 02:30 و3 وإحنا في عز البرد نايمين تحت البطاطين. بتقول لي كده كان بييجي عليَّ وقت كده أنشر بالليل أو يعني أعمل أي حاجة يصادف إن أنا أطلع البلكونة الساعة 02:30 ألاقي العربية مستنية أمِك وأمِك نازلة الشال عليها، ويا عيني بتشد في البابا وبتقفلها ورايحة هتركب العربية. قُلت لها: "عايزة أقول لِك على حاجة ويا ريت اللي أنتم بتشوفوه ده بس، أمي اتعرضت لكام حادثة كانت بتحصل لها على الطريق بالعربية وعمرها ما كانت تقول لنا، وما تقولناش في ساعتها عشان ما نتخضش عليها." والله العظيم ما تقول لنا في ساعتها. كنت أبقى أنا هناك وأبقى سهرانة أنا وجوزي وولادي، وهي والله تاخد نومتها من الساعة 21:00 كده، تبُص تلاقيها هي إيه، نايمة عشان هتصحى الساعة 02:00 تصلّي وتلبس وتمشي، 02:30 تكون نازلة. فكانت تصحى كده الساعة 02:00 تلاقينا قاعدين. والله العظيم أجيب لكم حاجة يا ولاد معايا، عايزين حاجة؟ طب أنتم هتبقوا صاحيين أجيب لكم فطار، أجيب لكم أكل، أجيب لكم فطار إيه يا ماما ده إحنا هندخل ننام خلاص يعني. تقول لأ والله قولي بجد أنا كلّها 3 ساعات وهارجع. أقول لها: "لأ يا ماما الله يعينِك." فبجد يعني كنت يعني باشوف فيها راجل، باشوف فيها راجل مش ست. يعني ست جهّزت 3 بنات، ست سبب في شرا شقة لابنها في برج، آآ ست عملت اللي الرجالة ما بتعملوش. الست دي دلوقتي مش عايزة أقول لكم مش بتحوش عننا أي حاجة، لو إحنا محتاجين العباية اللي هي لابساها بتقلعها وتدّيها لنا، إن كنت أنا والّا أخواتي. إني أشوفها كده تعبانة وراقدة وما بتتكلمش ده، بُصّوا يعني ده ربنا يعني يصبّرني ويصبّرها، ربنا يصبّرني ويصبّرها. أنا بس باقول لكم حاجة بس مختصرة على اللي اتقال في حق أمي. شوفوا جارتنا قالت إيه، باقول لكم بكت. أمها أم جارتنا اللي مش من حتتنا من حتة تانية، قالت لي: "أمِك طول عمرها شقيانة، أمِك طول عمرها عمّالة بتشقى عليكم، بتعمل عليكم." ما عادش لها شقا وما عادش لها زعل وما عادش، وما عادش، وما عادش. هي أكيد زعلت يا شيرين. على فكرة أمِك ما بتزعلش إلا عليكِ أنتِ، فممكن تكوني أنتِ السبب. بقيت بُصّوا ده شايلني الهَم أكتر، وده زعّلني أكتر، وده زعّلني. يعني هو كل اللي يشوفني يقول لي: "يا شيرين أمِك ما بتزعلش إلا عشانِك." يعني أنا السبب يا جماعة والّا إيه؟ فربنا يشفيها، ادعوا لها بالله عليكم. طبعًا اللي مش عارف أمي يدخل الفيديو اللي قبل ده، يدخل الفيديو اللي قبل ده مباشرةً ويشوف أمي ويشوف كام هي ست عظيمة، قد إيه ست عظيمة، قد إيه الست مريضة السرطان وبتطلع وبتكافح وبتشتغل وبتقف زي الرجالة بالضبط. ولو أي حد عازها سدادة. والله أي حد عايزها سدادة. طبعًا زوجي معايا يا جماعة وإحنا بننضف السطح كده وبنرتبه، عشان بقى بعد كده إن شاء الله هيبقى لنا روتينات وهاركب حوض على السطح وهانضف الدنيا، عشان القادم هيبقى أفضل بإذن الله. أنا بس عايزة وقفتكم جنبي، إن أنتم والله بجد تدعموني باللايك وبالاشتراك، وأي فيديو ينزل ليّا شيروه لجميع أصحابكم، شيروه لجميع أصحابكم بالله عليكم. اقفوا بقى جنب الست الطيبة المكافحة اللي أنا نفسي أساعدها، نفسي قناتي تكبر عشان أساعدها. عشان والله العظيم أنا على عيني إني أشوفها كده، على عيني إن أنا أشوفها كده. يالّا يا جماعة حطّوا اللايك واشتركوا في القناة.